في سنة 1968 في الريف الإنجليزي القصة تبدأ مع مايكل روجرز، شاب فقير حياته كلها شغلانات صغيرة ملهاش معنى، لكن جواه حلم كبير يعيش في بيت عصري على أرض غامضة اسمها جيبسيز أيكر. من أول ما شاف الأرض دي حس إنها بتنادي عليه، وفي نفس المكان يقابل إيلي، بنت أمريكية غنية جدا ورث ملايين. رغم فلوسها كانت عطشانة لحب حقيقي. من أول لقاء الشرارة ولعت بينهم، اتجوزوا بسرعة وقرروا يبنوا بيت العمر على الأرض اللي هو بيحلم بيها. هنا يدخل سانتونيكس، المهندس المعماري الغامض، راجل ساخر كلماته كلها ألغاز، صمم لهم بيت تحفة. لكن من أول يوم التحذيرات بدأت. الغجر قالوا الأرض دي ملعونة. أهل القرية بصوا لهم بريبة. في الأول البيت كان مليان حب وضحك، لكن مع الوقت الضحك قل والهمس زاد. مايكل بدأ يغار على إيلي بشكل مبالغ فيه. إيلي بتحاول تزرع في البيت حياة. الزوار بدأوا يجوا. جريتا صديقة إيلي القديمة وجودها زود التوتر. المحامي لامب يذكرهم دايما بالفلوس والميراث. كل زيارة كانت زي حجر بيتحدف في بحيرة هادية. الموج يكبر. الليل كان ليه طعم تاني، والبيت يبقى صامت بشكل يخوف. مايكل يسمع أصوات مش واضحة، مش عارف إذا كانت من الريح ولا من البيت نفسه. إيلي تبصله بعينيها المليانين خوف. وبعدين تحصل أول صدمة، موت سانتونيكس فجأة بعد ما خلص تصميم البيت. موته زود الإحساس إن في لعنة حوالين المكان. لكن الحادثة الأكبر موت إيلي. خرجت تركب الحصان، وفجأة الحصان جري بيها بشكل هستيري، وقعت وماتت. الناس قالت حادث، لكن كل الظروف حوالينها خلتها مش مريحة. الغجر قالوا شايفين؟ الأرض ملعونة. بعد موت إيلي البيت بقى مسكون بالذكريات. مايكل محاصر بالشكوك والاتهامات. كل الناس حواليه بيبصوله بريبة. صديقة إيلي القديمة، المحامي، وحتى أهل القرية كلهم شايفين إن في حاجة مش طبيعية. البيت اللي كان حلم بقى كابوس. الحب اتحول لغيرة، الغيرة اتحولت لشك، والشك فتح باب لأسرار تقيلة. وورا كل ده في سر مظلم مستخبي، سر كأن البيت نفسه عارفه ومستني اللحظة اللي يبان فيها. السؤال هنا، هل اللي حصل لعنة في المكان زي ما الغجر قالوا، ولا ده حصل بالصدفة، ولا ده كله كان مدبر؟ وده كان ملخص فيلم Endless Night للكاتبة العالمية أغاثا كريستي. لو عاوزين تعرفوا اللي حصل ونعمل ملخص كامل للأحداث بالتفصيل، اكتبوا لنا في التعليقات. وما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتكم فيلم تو كليك عشان يوصلكوا كل جديد. ومعانا دايما ملخصات لأفلام تستحق المشاهدة. سلام.